بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وبألف خير يا رب. شوفوا الفيديو تاع اليوم، ما كنت متوقعة أني رايحة نديروا لكم، وما كنتش على بالي أصلا باللي كانت عندي عرضة. هذا العرضة كانت في آخر لحظة، ما كنتش حسبت لها وما كنتش متوقعتها نهائيا. جربت الماكسيموم نجرب نصور معكم بعض الوصفات، لأنه الوقت كان ضيق وما كانش عندي الوقت أني أصور لكم. يعني صورت لكم مقتطفات فقط، وصورت لكم أكيد الوصفات. وصفة المملحة هي الوحيدة اللي ما صورتهاش. في الفيديو القادم بإذن الله راح نعاودها لكم. شوفوا هنا كانت 12، جاني اتصال من عند الزوج قال لي بأنه جايين صحابي من بعيد ولازم نعرضهم للعشاء. وللأمانة ما كان كاين والو في الدار، كانوا كاين دو بواط ياغورت ناتور، كانت كاينة الخضرة وكان كاين كويس وصدر دجاج. أول حاجة زربت بها هي قطعة الخضرة، هي غسلتها، هي الأول تاع جميع الأطباق اللي رايحة نديرهم. البطاطا تاع الكراتا أيضا قشرتها، راح نبدأ نقليها. كان عندي البيتراف أيضا درت به سلطة، غليته هو أيضا، قطعته بهذه الطريقة باه ما يخش معايا وقت. قطعته مكعبات وغليته. كنت في هذا الوقت نغلي في الأرز، كنت راح ندير ماسيدوان ونستنى في الزوج فقط يجيب لي الطون ولوازم تاع سلطة. هنا قلت لكم شوفوا كي تكون عندكم عرضة إياكم ثم إياكم تسبانيكاو ولا تتوتروا حبيباتي، ونظموا وقتكم بشوي بشوي بإذن الله حتى تلقاو رواحكم خلصتوا قبل الوقت. شوفوا هذيك البطاطا والجزر اللي قطعتهم مكعبات صغيرة رايحة نديرهم في الماسيدوان. وايضا بطراف غليته. البطاطا ايضا تاع الكراتان مالكري ما كانش عندي الفيونداشي، ولكن ايضا ملحتها. قلت لكم حبيباتي ملحتها وقليتها مباشرة. رحت للفريك، كان عندي صدر دجاج كامل كان متوفر في الثلاجة. جبته قسمته على نصفين، نصف حطيته في هذه الشوربة تاع الفريك، وصفة تاع الفريك بالتفصيل الممل في القناة، ولكن راح نعاودها لكم هكذا سريعا. حبة بصل متوسطة، حبتين طماطم متوسطين، ومن 2 إلى 3 فصوص ثوم. اللي يقولوا لي احنا ما نديروش الفريك بالثوم، كل واحد وطيابه. قلت لكم احنا كاين بزاف في الشرق اللي طيبوه بالثوم. المهم حبيباتي، والوصفة هذه تاع الفريك رائعة وكامل ما شاء الله جربوها وكامل نجحت لهم والحمد لله. قلت لكم ومن حظي الجميل انه الروبو في هذا النهار خسر لي الروبو، يبقى اضطريت اني نربي الخضرة في هذا الراب. لا علينا. المهم الله المستعان. قلت لكم ربيوا الخضرة تاعكم. اي شوفوا انا كيما راكم تشوفوا البصله تاع الكراسان، البصله تاع طاجين الزيتون، البصله تاع الفريك، كلش جبته. رحت درت التوابل اللي هما فلفل اسود، قزبر، فلفل احمر، والطماطم المصبرة. ما تنساوش حبيباتي درت ايضا رشة من فلفل الاحمر الحار، ورقة تاع الرند، الفلفل ايضا يعطي نكهة مليحة، والملح على حسب الحاجة، والطماطم المصبرة حوالي نصف ملعقة، وخليتهم يتقلاو مباشرة. هذاك الكويس حطيت قليل من الزيت والقليل من السمن في لاكوكوط تاعي. كنت نغلي، كان زيتون عفوا مازال ما جانيش. ربيت البصل وربيت الثوم وحطيت الكويس هذاك وخليتها تتقلى على اقل من مهلها. التوابل حطيت قزبر، فلفل اسود، وزنجبيل، هذو هما توابل، واكيد المعدنوس. هنا الزيتون راهو يغلي، هنا الشوربه تاعي راني بعد ما تقلات مرقتها، والزيتون تاعي راهو يتقلى. مباشرة رحت للخبز. الخبز هذا هو خبز البيضة التركي. عندي علبة ياغورت ناتير، وعندي أيضا بيضة كاملة فيها علبة زيت وعلبة حليب، وملعقة صغيرة من السكر، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز. نعاود حبيبتي، وضعت كما راكم تشوفوا علبة الياغورت ناتير، البيضة، ملعقة صغيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الخميرة كما راكم تشوفوا حبيباتي. ها فوالا. شوفوا حبيباتي، والله جربت اني الماكسيموم، ولكن ما لحقش اني نجرب نصور لكم الوصفه تاع
تاع المملحة لأن هي خليتها آخر حاجة. شوفوا وضعت علبة تاع الحليب وعلبة تاع الزيت، خلطوهم وغطيهم بالبابي بالبابي هذاك فيلم، وخليهم يخمروا نصف ساعة. خلطوا البيض، الحليب، الزيت، الخميرة، ياغورت ناتور والسكر، خليوهم يخمروا لمدة نصف ساعة، لا أكثر ولا أقل حبيباتي. غطيوها وخليوها تخمر لمدة نصف ساعة. نأكد لكم، نتمنى أنه يكون الشرح واضح. فوالا حبيباتي، بعد مرور نصف ساعة هنا كنت غربلت لافارين تاعي ورايحة نضيف تنظيف بالتدريج حتى نتعصلوا على عجين طرية. وفي نفس الوقت لأنه هذا العجين جاية شوية مبسة فيها زيت، مش راح تلصق لكم في يديكم حبيباتي. المهم هي تجي عجينة طرية بزاف، جست ما نلموها فقط. شوفوا هنا بعد ما حطيت الفرينة حطيت ملعقة صغيرة تاع الملح وباكي تاع خميرة الحلويات. شوفوا هنا خلطوا بالفواي وبعدها حطوا يدكم حبيباتي وابداو خلطوا بيدكم حتى تتحصلوا على قوام طري. جوست ما تتلم فقط، وخليوها زيت تخمر مدة 10 دقائق. هذا الوصفة أسهل منها من 10 دقائق إلى ربع ساعة. هذا الوصفة أسهل منها ما كانش. خبز البيضة التركي ويجي بزاف خفيف ويجي بزاف بنين. شوفوا جوست ما لميتها فقط، شفتوا ما تحتاجش انه عجن ودلك وفي الوقت هذاك اللي تكون تخمر فيه انا نكون ندير فيه حوايج اخرين حبيباتي. المهم قلت لكم مسألة تنظيم فقط، وحتى كيما وضحوا في الموقف اللي طحت فيه انا ما كانوش عندي الحوايج، بديت بالحوايج اللي متوفرين في الدار وبعدها كملت الحوايج اللي جاب لي القضية فيما بعد. كملت الحوايج الاخرين. شوفوا حبيباتي بعد ما خمرت لمدة ربع ساعة، شوفوا هنا نجي نبسطها بواسطة اليد. يكون السمك تاعها ماهوش رقيق بزاف وماهوش خشين، متوسط كيما راكم تشوفوا هنا. وايضا قطعت الجبن وقطعت الزيتون اللي يحب قلت لكم قطعت الزيتون كيما راكم تشوفوا. انا للامانه نسيت ما حطيتش هذاك حبة البركة هذيك السوداء، مليش كل منطقة كيف يسميوها، سانوج ولا سينوج. المهم هذو قلت لكم بسطها تكون متوسطة الحجم بواسطة اليد. وحبيباتي لازم يكون الفرن تاعكم مسخن على أعلى درجة على الأقل قبل نصف ساعة. فوالا شوفوا كيف راني نبسط فيها أمامكم. وبعدها نبدأ ندير هكذا بواسطة اليد، نديروا هذو الإطراس تاع الأصابع تاعنا، وكل واحد يحر في التزيين كيف هي يزين الخبز تاعو. فوالا انا كنت ايضا خلطت شويه حليب مع حبه بيض ودهنت وجه الخبزه تاعنا. وبعدها حطيت فوقها الزيتون الاخضر اللي كنت غليته، وحطيت قطع من هذاك الجبن الطري اللي كنت قطعته. كما راكم تشوفوا حبيباتي التزيين اختياري لكم، كل واحد وكيفاه يحب يزين الخبز تاعو. نتمنى انه يكون الشرح واضح. شوفوا بعد ما ندهنوها هذه المرة كي ندهنوها بالبيض ونحطوا عليها الجبن والزيتون، خليوها زيت تخمر ربع ساعة. غطيوها بأي حاجة هكذا، غطيوا البلا تاعكم مدة ربع ساعة فقط، وخليوها تطيب في الفرن اللي قلت لكم عفوا يكون مسخن قبل نصف ساعة على أعلى درجة. لما تشوفوها حمارت من الأسفل أخذت اللون الأحمر، حلوا عليها من فوق حبيباتي. فوالا هنا الخبز تاعنا كان طاب وجاء ما شاء الله يشهي. شوفوا نصف صدر دجاج أنا قلت لكم حطيته في الشوربة، والنصف الآخر رحيته مع فصين من الثوم. بعد ما رحيته راح نضيف عليه القليل من البيض، راح نضيف عليه التوابل اللي هما زنجبيل، رشة من الزنجبيل ورشة من القزبر ورشة من الفلفل الأسود. وما تنساوش حبيباتي الملح، ملحوا ولكن ما تكثروش بزاف الملح باه ما تجيش الماكله تاعكم مالحه. شوفوا ردوا بالكم في العرضات تاعكم ديروا الملح بزياده. لازم دائما الملح يكون معليش الماكله كي تجي شويه مسوس فيما بعد نقدروا نداويوها. الملح المهم ما تكونش مالحه. حطيت كيما راكم تشوفوا القليل من الملح،
وما تنساوش قطعوا المعدنوس تاعكم او القزبر، ديروا كمية قليلة فقط. انا هنا نسيت، فيما بعد راح تشوفوني اني حطيت. المهم وديروهم كيما راكم تشوفوا، وديروهم كويرات حبيباتي. فيما بعد راح نحطهم في الزيتون. شوفوا حبيباتي، للامانه انا الزيتون تاعي درت فيه شامبينيون، كاين اللي يحبوهم كاين اللي ما يحبوهمش. قلت لكم كاين اللي يحبوهم كاين اللي ما يحبوهمش. لي شامبينيون كيف درتهم؟ غسلتهم جيدا وبعدها قليت ذبلتهم في شويه زيت وملح وفلفل اسود، زيت وزبده وفلفل اسود وملح. وهما اصلا يجوا ملحين، من الاحسن ما تحطوش الملح. انا للامانه راني ما حطيتش الملح. وحطيت في النهايه لما شفتهم بداو يتحمصوا ربيت عليهم فص من الثوم. بعدها انتقلت للفيونداشي. شوفوا حبيبتي كميه، شوفي لما جاب لي الفيونداشي نحيت كميه قليله فقط راح ندير بها لي بول في الشوربه. اما باقي الكميه راح ندير بها الكراسه. لا فيوندا تاعي حطيت فيها فص ثوم يكون كبير، اذا صغير ديروا زوج. القزبر ولا المعدنوس، فلفل احمر وفلفل اسود، ورشه خفيفه من الكمون. شوفوا هنا جاب لي الباذنجان، قطعت الباذنجان كما راكم تشوفوا، رشيته بالفانينه بهذه الطريقه وقليته. وهنا كنت درت فلفل الوان، فلفل احمر، فلفل اورانج، وهذاك الفلفل الاخضر. قطعت البصل عفوا شرائح، حبه بصل تكون متوسطه ذبلتها. ايضا الفلفل الالوان قليته وحده والفلفل الاخضر قليته وحدهم وما درتش عليهم الملح. فيما بعد حتى نحيتهم بعد درت عليهم الملح. هنا لما ذبل البصل رايحه نحط عليه لافيوند، نحط عليه الملح، ما تكثروش الملح حبيباتي. راح نحط عليه كميه قليله من القزبر والمعدنوس مقطعين رقيق. راح التوابل قزبر، فلفل اسود، فلفل احمر، فلفل اسود. انا ها الخضر تاعي الفلفل تاعي تاع الالوان. فيما بعد حطيت عليها رشه خفيفه من الملح. لافيوند ما تنساوش ترابيو عليها فصين من الثوم. نروحوا لهذيك الصوص بلونش. شوفوا راح نخدم صوص بلونش الاولى اللي راح نخلطها مع لافيوند. حطيت فيها بيضتين، حطيت فيها فرماج طري من 3 إلى 4 قطع من الفرماج، والقليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود. ديروهم بواسطة البراميكس وخلطوا داخلهم لافيوند تاعكم. وحبيباتي لافيوند لما طيب نقصوا كمية قليلة حوالي 3 ملاعق. فيما بعد ضيفوهم على الخضار، لأني راح نخلط كطبقة أولى. راح ندير البيض والبيضتين والبطاطا هذيك اللي قليتها وهذاك الباذنجان والفلفل الألوان، وراح نضيف عليهم من ملعقتين إلى 3 ملاعق من لافيون داشي. فوالا شوفوا هنا هاي الطبقة الأولى تاعي بعد مرور 3 دقائق تماسكت فقط. حطيت فوقها هذاك الفيون داشي اللي درت له لاصوص، وراح نزيد نخليه مدة 5 دقائق ينشف فقط. وهذه كطبقة أخيرة درت فرماج هذاك الطري، ودرت ملعقة من الخل، ودرت هذاك فرماج العلب هذاك اللي يجي كريمي. ما أنا استعملت هذاك فرماج أمير. شوفوا بيضتين وعلبة من فرماج هذاك أمير، ودرت 3 أو 4 قطع من الجبن الطري. ما تنساوش رشة الفلفل الأسود، وعفوا ما ديروش فلفل اسود، ديروا فقط رشه من الملح كطبقه اخيره. هنا ندخلوها نفتحوا لها مامبا 10 دقائق، مامبا 5 دقائق من الاسفل، وبعدها نفتحوا لها من الفوق ونربيو عليها الجبن. شوفوا جربت الماكسيموم نصور لكم ولكن الوقت كان ضيق. هذه هي عفوا طاولة تاعنا. هذا الديكور البسيط تاع السلطة، وهذه طاجين الزيتون كما راكم تشوفوا، وايضا الشوربه هذه اللي بزاف بنينه. وهذو لي كورني باذن الله راح نشارك معكم الوصفه بالتفصيل في فيديو قادم باذن الله. كتحليه ايضا، بما انه ما كنتش مدايره تحليه قبل بيوم وكان عندي متوفر القارص، درت وصفه التشيز كيك، ولكن كل واحد حطيت له فليفرين تاعو. هذو هما وصفات العرضه تاعنا. ان شاء الله يعجبوكم، وان شاء الله تاخذوا افكار وتطبقوا الوصفات.
هذا تشيز كيك، كل واحد حطيته وحده في ليفرين جا واحدة تشيز كيك ما شاء الله. في نهاية الفيديو حبيباتي ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسوش تدعموني بالجيم والبرتاج وتعليقاتكم الطيبة.